أن يحفظهم كما ترون أنا مشكلتي بحبش النفاق، أبيض أبيض أسود أسود. من أول ما بدأ الزلزال قلنا لكم يا أهالي المغرب الإنسانية فوق كل شيء، أنتم مسلمين وعظم الله أجركم وقلوبنا معاكم وكل المسلمين معاكم وتؤازركم، ولكن أنتم المخزن، عم بحكي المخزن وأتباع الملك معاندين ومكابرين ومصممين على تلميع صورة الصهاينة ضد المسلمين فقط لا غير. بس شغلتكم استغليتوا دم الشعب المغربي، استغليتوا الزلزال، استغليتوا آلام وأوجاع الناس فقط لتلميع صورة الصهاينة داخل المغرب قدام المسلمين الفقراء المساكين الذي لا يفقهوا شيء. وبتطلعوا على مواقع التواصل الاجتماعي بتقولوا العالم ليه بتكرهنا. أفعالكم اللي كرهت العالم فيكم، لأنه هذا الأفعال ما بيعملها غير شياطين، غير شياطين. هدول الصهاينة اللي جبتوهم من فلسطين المحتلة بس يخلصوا مساعدة بالزنزال عندكم حيكفوا قتل بأهلنا في فلسطين. بعدين أي قرآن اللي عم تقرأوه أنتوا وياهم؟ في دين جديد يعني ولا عندكم قرآن جديد؟ أعطوني أي قرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم حاربهم وطردهم، وهم حاربوا المسلمين وقتلوا الأنبياء، كيف عم تقرؤون القرآن؟ عم بتحللوا لهم اللي حرموا رب العالمين، يعني انتوا حللتوا اللي حرموا رب العالمين، يعني انتوا خالفتوا النبي محمد يعني، ولا شو؟ انتوا اعلى من النبي محمد يعني؟ انتوا بتفهموا اكتر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا تدخلون بلادكم وتطبلون وتلمعوا لهم صورتهم يعني، ولا بدكم تعملوا فتوحات جديده ودين جديد انتوا والملك النجس اللي عندكم؟ أنا لوين بدكم توصلوا بعد مع الصهاينة؟ بدكم تفرضون على الإسلام بالقوة؟ أي قرآن اللي عم تقرأوا لهم إياه؟ والله العظيم ما عندي تعليق، أفعالكم تتكلم. يلا.